السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على أخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 24 يوم. عمر الفراخ النهارده 24 يوم. من الاول كده بس نطل على الحمام بتاع الفراخ زي ما احنا متعودين اهو. احنا كده كده بنعمل يا جماعه يعني اعشاب وحاجات برضو شامله كل حاجه، برد واسهالات، حاجات وقايه من كل حاجه. اعزكم الله. طبعا الحمام اهو الطبيعي بتاع الفراخ فيه تغيير بنقول في تغيير بنقول يا جماعه، في لون بنقول اهو. اعزكم الله. طبعا هنشيل بقى مخلصين العلافتين دول، والعلافه دي برضو زي كل يوم فيها حاجات بسيطه بينقروا فيها، لكن الميه خلاص كده يعتبر فيه بس حاجات بسيطه خالص. المهم احنا هنشيل السقايات والعلافات وننضف المكان دي ان شاء الله. بكره عمر 25 يوم اوزن لكم العمر 25 يوم. هنشيل بقى كل ده السقايات والعلافات وننضف المكان ونظبط المكان. بس سمعونا الصلاه على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنهارده معايا ثالث يوم. النهارده اعمل السوا اللي انا اللهم صل على سيدنا محمد بعملها معاكم كل يوم. النهارده تالت يوم في السوا دي. طبعا انا عامله اوريها لكم برده تالت يوم النهارده طبعا زي ما عملت امبارح اهو. اول امبارح كان نعناع وورق جواف، امبارح كان ليمون وورق جواف، النهارده ليمون وورق جواف اهو. ليمون برده يا جماعه بنعصره فريش اهو. الليمون عصره فريش، ما برضاش اخليه يغلي عشان احنا قلنا الليمون لما بيغلي مع اي حاجه بيفسد السقوه او العشبه اللي بتتغلي، فاما بيتحطيه فريش احسن كتير. طبعا كل ده انا عندي صفايه بره هصفيه في الصفايه من بره واحطه في السقايه تالت يوم النهارده في السقوه دي ممتازه جدا للتنفسي. طبعا بقى انا كنت عامله بانيه النهارده، طلعت كده صدر فرخه بسم الله ما شاء الله من الكب ده اللي انا مخزناه عندي، وعملت بانيه. بس عملت بانيه بقى يعني طلعته يا جماعه، قطعته يعني فكيه يعني مطلعاه من الفريزر من امبارح بالليل. انا بصور معاكم الفيديو ده الصبح بصوا لما يكون بالليل بقول لكم بالليل، الصبح بقول لكم الصبح. الفيديو ده كده النهار طالع اهو بصوره معاكم اللهم صل على سيدنا محمد الصبح. فانا طلعت بانيه عشان يتفكك النهارده، وانا ابقى اعمل له اللهم صل على سيدنا محمد بعمله بميه ببصل كده يا جماعه، بتبله بسيبه في التتبيل. طبعا بستغل انا الموضوع دي بقى. انا دلوقتي عايزه الميه بتاعت البصل بس. ضربت كام بصلايه في الكبه اللي صفيتهم في المصفى، خدت العصاره اللي هو السائل بتاع البصل عشان اتبل فيه البانيه، استفاد بالبصل انا بقى اهو. الكلام ده للناس اللي هي بتعمل اي حاجه بتتبل اي حاجه يا جماعه، او الناس اللي ممكن تتبل اي حاجه تاخد العصاره بتاعت البصل، وبدل ما ترمي البصل في اي مكان في اعزكم الله في الزباله او عندها طيور هتحطوا الفراخ بلدي او بط. لو عندك بقى فراخ بيضه يبقى هم المفروض مستفيدين بالموضوع ده. ما عندكيش فراخ بيضه حطيه بقى لاي نوع طيور عندك مش مشكله، بس الاولى لو انت عندك جميع الطيور زي كده الاولى الفراخ البيضاء. فاحنا بصوا اهو عصرت، خدت العصاره حطيت فيها البانيه وخدت التفل بتاع البصله. طبعا انا منعماه لاني طبعا لازم انا هصفيه، لكن لما انا اكون قاصده بقى ان انا اعمله للفراخ هخشنه شويه. طبعا نرميه لا من الموش، هناخده بقى كده نعمل نحطه على العلف. هي كده جت من عند ربنا، جت حظهم ورزقهم ماشي. هنحط البصل على العلف والسقوه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا عصره كام ليمونه تحت بس هو غطسان زي ما انتم شايفين تحت اهو. عصره ليمون يجي 6 ليمونات كتير كمان مش حاجه بسيطه اهو. سموا بالله وصلوا على رسول الله. الاول قبل اي حاجه نشيل السقايات والعلافات ونظبط مكاننا ونرجع لكم تاني. بصوا علشان انا مش حابه اطول الفيديو عليكم زياده عن اللازم، انا بوريكم لقطات بس من اللي انا بعمله. طبعا زي ما انتم شايفين ونحن متعودين على التنظيف، اي حاجه بننضفها في اي نوع فراخ هو تنظيفنا كده. بنجيب الفراخ في جزء عشان اي امونيا اي ريحه اي حاجه وانت بتنضفي ما تجيش على عينيهم او يجي لهم برد او يتعبوا. فاحنا بنعمل جزء بعيد عنهم خالص وبننضفهم زي ما انتم شايفين كده. سكينه المعجون شلت شكارتين من الجزء ده. هنعمل ايه بقى؟ نعقم الجزء ده بجير ونرص الارضيات البلاستيك. نعقم الجزء ده بجير ونرص الارضيات البلاستيك ونوسع المكان للفراخ. بصوا زي ما انتم شايفين عقمنا المكان اهو
هننظم الدنيا بقى وننقل الفراخ، وزي ما عملنا هنا هنعمل هنا. لازم نحط الارضيات البلاستيك. النهارده عمر 24 يوم، حلو قوي عليهم كده، وكمان النشاره خلصت. اللهم صل عليك يا نبي. بصوا بقى، ما بقاش اعرف اربي في الشتاء الا على الارضيات البلاستيك. احنا حضرنا عشان السقعه والظروف اهو. بصوا وادي المكان التاني زي ما عملنا هنا هنعمل هنا. هنجرده برضو سكينه المعجون معانا اهي، ونشيل كل السبله دي ونشيل كل ده. وبالصلاه على النبي حطينا الارضيات البلاستيك، الفراخ وقفت عليها اهي، ولا بقى كوكسيديا ولا كوليستريديا ولا الكلام ده كله ان شاء الله بعون الله. يعني زي ما انتم شايفين اهو، حوضت عليهم برضو عشان برضو لما اجي اشيل هنا ما يبقاش حاجه تيجي على عينهم ولا يجي لهم برد ولا اصلا يبردوا. يعني حتى لو انت بتنضفي بالراحه، لو انت عايزه تنضفي زي ما بعمل كده اعملي اهو. بس الناس بقى اللي بتفرش نشاره او تبنى هيبقى الوضع مختلف عني. انا هنا بشيل وبنضف عشان بحط ارضيات بلاستيك. انت ممكن بقى تنضفي وهتحطي تبنى او نشاره، لازما الكميه اللي هتشيليها هي اللي هتحطيها. وهو اصلا المفروض ما تشيليش الا لاخر الدوره. الناس اللي بتربي على نشاره وعلى تبن، لو انت بقى عايزه هتفضلي مستمره على النشاره والتبن، شيلي اخر الدوره طبقه جير، طبقه تبن، طبقه جير، طبقه تبن، حسب اللي عندك تبن او نشاره. طبقه جير، طبقه تبن لغايه اخر الدوره. عايزه بقى تشيلي وشميتي ريحه امونيا والمكان عندك مش نضيف، هتضطر ان انت تعملي زي ما انا بعمل كده، جزء جزء. بس لو انت هتشيلي السبله اللي عندك اللي هي دي قيمه 5 سم، حتى لو هي 10 سم لازم تحطي ال 10 سم. لو ما عملتيش كده الفراخ هتبرد منك. كل ان انت تجيبي شويه تبنه اوريكي كده، كل ان انت مثلا شلتي، شوفي الطبقه دي علوه ايه، كل بقى ان انت شلتي كل دي جبت التبن كده، وبعد ما شلتي اهو مثلا الارضيه اهي وكده ما ينفعش، وفرشتي كده الارضيه ما ينفعش، ما ينفعش ببصله. لازما 10 سم على الاقل، لازما 10 سم على الاقل تخليها عاليه جدا عشان السقعه وعشان الفراخ ما تاخدش برد منك. وبرده حسب الريحه الكلام ده، لو انت شميتي ريحه، هو مش مرغوب ان انت تشيلي في الشتاء الا لاخر الدوره، بس حسب برضو المكان عندك وحسب عدد الفراخ وحسب الريحه. عندك ارضيات بلاستيك يبقى هترتاحي، هتحضني 15 يوم 20 يوم. انا اللي خلاني غبت 4 ايام كمان عمر 24 يوم النهارده لما النشاره خلصت. ورغم ان النشاره خلصت عايزه اوريكم ان انا عندي تبن. يعني لو انا كنت عايزه اكمل الدوره كلها لاخر الدوره كلها على الارض عادي، انا في ايدي اكمل. انا ابويا الله يديله الصحه ويبارك له يا رب. بصوا اهو شكاره اهي، وشكاره اهي، وشكاره اهي اهي، 3 شكاير تبنوا في نص شكاره بره، وديتها بره، خرجتها بره. قلت احتمال مثلا ايه اعمل الحته اللي عند البط ولا حاجه، خرجتها بره عينتها. هي كانت نص شكاره مش كتير يعني، ما كانوا 3 شكاير ونص. يعني مش معنى ان انا بحط هنا ان انا ما عنديش ان انا اربي على الارض، لا انا عندي التبن اهو، وعندي قش تبني في الارض اهو، وعندي شكاير برضو قش رز، عندي الحمد لله موجود كل حاجه. بس انا قلت لا الارضيات البلاستيك عشان الفراخ كمان كان كام فرخه عنده برضه، وحافظ على بقيه الايه الفراخ لاخر الدوره ماشي. فانت هتنضفي زي كده بالراحه، نضفي، مش هتنضفي خليها لاخر الدوره. بس برضه هرجع واقول مش معنى كده ان انت لو شميتي ريحه او في امونيا في المكان تكبري دماغك وتحطي كل يوم طبق جير وطبق تبن. نضفي بقى مكانك، نضفي مكان الفراخ. بصوا بقى الفراخ الصلاه على النبي هيفرق كتير، ولسه بقى هننضف هنا ونوسع المكان ونظبط الدنيا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو، مسكناها جحتناها خليناها زي الفل اهي. هنحط ايه بقى؟ هنملاها كلها جير ونحط الارضيات البلاستيك اهو. اهم حاجه العراقيب، بصوا بالمقشه، سكينه المعجون والمقشه بخليش فيها الهواء ولا تبنيه حتى في الارض بسيبها. بصوا بقى اللهم صل على النبي، ما رضيتش اكمل معاكم ولا لما اخلص ايه، يعني ما رضيتش بقى اكتر الفيديو، لما اخلص خالص واظبط الدنيا كده وارجع لكم تاني. بصوا بقى خلينا المكان فله شمعه منوره، وطبعا وسعناه، والارضيات البلاستيك بعيد بقى ولا تبني ولا حبايه علف تقع في الفضلات ينقوها ولا يجيلهم كوكسيديا ولا كوليستريديا. برضو حبيت ان انا برضو اوريكم انا بعمل ايه بالظبط. طبعا بقى حطينا، طبعا انتوا شفتوا السوا قبل ما نشتغل وقبل ما ننضف، اللي هي ورق الجوافه غاليه ومعاه ليمون فريش عصران. دي لسه حاطه غاسلين السقايات دلوقتي ورصين الطوبها، وحاطين سقايتين فيهم الغلوه اللي احنا عاملينها. طبعا بقى اوريكم طبعا التفل اللي هو بتاع البصل اللي انا خدته اهو. هنحط بقى العلف في القروانه دي، العلافات اهي برضو نضفتها كده من بره وكده كنتها. طبعا خلينا حوالين الاوضه زي الفل يا جماعه، مفيهاش اي حاجه. بصوا الاوضه خليناها زي الفل اهو. اللهم صل على النبي. نضفنا المقشه اهي، كنست بقيه الاوضه ونضفتها وركنت كل حاجه تخصني في الجنب اهي، والاعشاب والحاجه في الجنب. وعند اللمبات يا جماعه استبنى،
بصوا اللمبات عندي 3 اهو، لو واحده اتحرقت اركب غيرها. وطبعا في برضو عندي بسم الله ما شاء الله عامله 5 دول، وفي دوايه من غير لمبه برضو، في دوايه اتحرق باظت، في لمبه باظت. طبعا الحاجه دي موجوده ايه اكنك لاقياها. هنحط بقى علف ونقلب الايه الخلطه دي على العلف ونحط الفراخ تاكل. زي ما انتم شايفين حطينا الايه البصل على العلف، وهنقلب كل ده ونفرغ معاكم الايه العلف. اللهم صل على النبي. بصوا بقى حطينا 4 علافات. طبعا احنا شلنا العلافات الصفيح زي ما احنا متفقين مع بعض. علافات الصفيح ما تنفعش على الارضيات البلاستيك، بتهدر العلف في الارض، بينزل منهم في الارض. علافات البلاستيك لو عندك ارضيات بلاستيك زي دي حطي عليها العلافات البلاستيك دي. ليه بقى؟ عشان احنا قلنا قبل كده لها حواجز كده بتحوش العلف. الكتكوت بياكل من غير ما ينحكش لا شمال ولا يمين ولا حاجه تقع في الارض. حطينا الخلطه بتاع البصل، حطينا السوا بتاعتنا، الليمون والورق الجوافه، نضفنا عقمنا المكان، ظبطنا الدنيا، فراخنا وقفت في النظافه، وسعنا المكان، التدفئه التهويه كويسه جدا. طبعا الفرشه نضفنا وظبطنا الدنيا. الحمام شفناه كويس جدا ولسه اهو حالا على الارضيه البلاستيك اهو. بعد ما عملنا حطيناه اهو الحمام طبيعي اهو، حتى تحت في الارض اهو طبيعي جدا يعني اهو. وهنا برضو اعزكم الله اهو طبيعي جدا في الارض اهو. ماشي يا حبايبي، دي الفيديو بقى بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون قدرت اقدم لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حطوا لنا لايك فضلا وليس امرا، وجزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.